هاد الحادثة صارت في الثانية بولاية وهران، وهنا رانا داخل محل بيع الشاي والمكسرات، وكما راكم تشوفوا في الفيديو راهو يظهر باللي فار داخل سنيوه تاع قلب اللوز وياكل في قلب اللوز. وبعد ما هذا المواطن اللي راهو يصور في هذا الفيديو تكلم مع صاحب المحل اكثر من مره ونصحوا وحذروا وكامل، والدليل راهو في الفيديو، لكن بدون جدوى. صاحب المحل هذاك كمل يبيع فيها للمواطنين بشكل عادي. موراها صاحب الفيديو هذا مسكتش وصور هذا الفيديو ونشره على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. هدرت معك قلت لك خويا راه ديك النهار راه الفار تاعك هنا راك تسمم في عباد الله، والناس راهي مستأمناتك على هذه الماكله، ولكن انت ما بغيتش تحشم. اما انا كيما بغيتش تحشم غادي نزيد غادي نزيد نتهلاو فيك غاية غايضرو. ها ولا محل هنا السينيا ها ولا شايتي ميمون. وبعد ما الفيديو هذاك تروج بشكل كبير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بائع الشاي والمكسرات تم غلق المحل ديالو. امور ما غلقوا له الحانوت ديالو، خرج هذا الانسان اللي راه امامكم فيديو يتكلم على الشخص الاول اللي قام بتصوير الفار وهو ياكل سنيوات تاع قلب اللوز. وهذا الشاب ادعى النيف على بائع المكسرات وما عجبوش الحال كي صوروا الانسان الاول وفتحوه في منصات مواقع التواصل الاجتماعي. ولا مولاي مسكين صباحا بالله بين سقسيك درت له فيديو هكا وقصنا الفار باين سقسيك بيناتنا كل واحد مليون ديرها له تصوره. هادو جايين مساكين من الصحراء جايين يخدموا على رواحهم هنا يعاونوا رواحهم يقراو في الجامعه وما بقاو حالين يبيعوا لاتاي. درك نتوما اخوتنا كيما شفتوا القصه كيفاش بدات وكيفاش خلصت، انتوما مع من راكم؟ اسكو مع الانسان اللي صور الفيديو الاول تاع الفار اللي كان ياكل سنيوه تاع قلب اللوز، ولا راكم مع الشخص الثاني اللي خرج في فيديو وقال خونا راك تسببت في قطع الرزق تاع بائع الشاي والمكسرات؟ شكون اللي غلط في رايكم؟ خلونا اراكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.